السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا السحور يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. فانا حبيت اعمل معاكم تشكيلة جبن نسحر بيها، نعملها على ايدينا، طبعا مضمونة وحاجة طبعا كويسة. يلا بينا يا حبايبي نشوف المقادير مع بعض. معانا تلت كوباية زيت، كوباية لبن، 3 معالق لبن بودر، ربع كيلو جبنة قريش، معلقتين قشطة. وللأطعمة يا حبايبي جبنة شيدر، زيتون، بسطرمة. يلا بينا يا حبايبي نشوف الخطوة التانية نعملها مع بعض ازاي. كده معانا شفشق الخلاط، هنفضي كوباية اللبن واللبن بودر والقشطة وتلت كوباية الزيت والجبنة. دي يا حبايبي الحاجات الأساسية. وهنحط ذرة ملح، هنروح نضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. كده بقى بعد ما اتضربت معانا بقت بالشكل ده يا حبايبي، بالتقل ده. بصوا عامله ازاي، في منتهى الجمال. طبعا هنملى كوبايه ساده بالشكل ده. نملى الكوبايه من غير اطعمه، ساده بالطريقه دي كده. طبعا بعد ما ملينا الكوبايه هنجيب معانا 3 سلاطين للثلاث اطعمه بالشكل ده. وهننزل في كل سلطانيه شويه بالشكل ده. طبعا انا عملت مقدارين، مقدار واحد مش هيكفي يا حبايبي. المقدار التاني بالشكل ده، ننزله بالمعلقة لأن تقيل قوي. كده يا حبايبي قسمنا المكونات في قلب سلاطين بالشكل ده كده، في قلب البولات. كل بولة فيها شوية بالشكل ده. ده طبعا هما وكوباية مقدارين يا حبايبي، هما وكوباية مقدارين زي اللي صورناهم بالظبط. ماشي يا حبايبي. هنبدأ نعمل ايه؟ اللي بالبسطرمة بالشكل ده. معانا الهاند بلندر، هنضرب البسطرمة الأول بالطريقة دي. طبعا لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تضربيها في الخلاط. هنبدأ نضربها خبطتين 2 كده. نضربها بالشكل ده. نضربها دي مش هنضربها كتير لان احنا مقطعين البسطرمة، مقطعينها خالص. كفاية كده بالشكل ده، هيبقى لونها بالشكل ده. وهنشيل الهاند بلندر، لازم نشطفه طبعا قبل ما نحطه في اي مكون تاني. نشطفه نشيله بالطريقة دي.
وكده نبدأ نعبيها في الكوباية بتاعتنا زي التانية بالشكل ده. معانا طبعا كوباية نبدأ نفضي فيها. المكون بتاعنا الجميل ده تحفة يا حبايبي قوي قوي صراحة. انت لو ضربتيها في الخلاط يعني هيبقى احسن، بس انت طبعا مش هينفع هتفضي وترجعي تاني تغسليه وترجعي تاني تفضي تاني، فاحنا بنفضي عملناها في البوله كده عشان تبقى اسهل في المكونات بتاعتها بالشكل ده. هنفضيها كلها كده زي ما تاخد الكوبايه، ممكن ده يطلع كوبايتين. لان طبعا الكوبايه مش هتشيل الكميه دي. بالشكل ده يا حبايبي كده احنا بنينا كوبايه. كده معانا هنعمل المكون التاني اللي هو بالزيتون بالشكل ده. هضربه وارجع لكم تاني. كده بعد ما ضربنا اللي بالزيتون معانا كوبايه برضو هنفضيه فيها. بالشكل ده. طبعا احنا ما بنضربوش جامد بالهاند بلندر، هي خبطه واحده كده بس، لفه واحده، وبعد كده بنوقف. افضيه في الكوبايه وهضرب الجبنه الشيدر نفس النظام. بصوا كده يعني لسه كمان ما بردش، بعد ما اتضرب في الخلاط ما هديش. لما يخش كمان التلاجة هيبقى جامد عن كده كمان. مش قادره اقول لكم طعمها جميله جدا وريحتها جميله. كده بقى عندنا جبن بالاطعمه عاملينها على ايدينا. ممكن لو لبن قاطع عندك هتعمليها بيها، لو عندك جبنه قريش ممكن تعمليها بيها، سهل. ايوه الحاجه غاليه صحيح، بس هتديكي كميه عن ما بنشتري كميه بسيطه جدا وبفلوس غاليه. كده مالينا كوبايه تاني. هنروح نضرب الجبنه الشيدر وارجع. كده ضربنا الجبنه الشيدر زيها زي الزيتون بالظبط والبسطرمه، ضربناهم كلهم بالهاند بلندر. طبعا ما بنضربهاش كتير، يا دوبك بنحط الجبنه ونضربها خبطتين اتنين كده بس بالهاند بلندر، وما بنفضلش نضرب فيها كتير لان احنا ضاربينها ومخلصينها ومش عايزين المكون بتاعنا يتفتفت ويغمق لنا الجبن. ماشي يا حبايبي. هنبدأ معانا كوباية، هنبدأ نفضيها برضو مع بعض بالشكل ده. نعبيها في الكوباية الطريقة دي. كل المكونات ضربناها بالهاند بلندر زي ما وريتكم كده، ما خدتش حاجة. كده خلصنا الجبنة بتاعتنا، اديتنا الكمية دي. طبعا المقدارين يا حبايبي ادانا الكمية دي. خلصنا ام زيتون وادي ام بسطرمة وادي ام جبنة شيدر ودي السادة، واديتنا التلات علب دول اللي فاضوا. كمية جميلة جدا وجبنة جميلة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا السحور، كل عام وانتم بخير. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.